السلام عليكم. النهارده هنتكلم في فيديو جديد عن الفرق بين الماركتينج والبراندنج. اولا احب اعرفكم بنفسي، انا احمد هريجي، السي او لكومباك ميديا. احنا شركة متخصصة في التسويق لقطاع الخدمات وقطاع البي تو بي. اكيد بنشوف ناس كتير بتتكلم عن الماركتينج والبراندنج، فاحنا النهارده عاملين فيديو عشان نقدر نفرق ما بينهم، وهيبقى المقارنة ما بينهم في الخمس حاجات دول. اول حاجة الغاية والهدف او البيربز، تاني حاجة المهام او السكوب، تالت حاجة التركيز والفوكس، رابع حاجة عامل الوقت او التايم هوريزون، خامس حاجة هي المقاييس او المتركس. بالنسبة للماركتينج، الغاية او الهدف من الماركتينج هو ترويج او تسويق المنتجات والخدمات اللي بتقدمها الشركه. ودايما انشطه واستراتيجيات الماركتنج بيبقى هدفها جذب العملاء وتوليد عملاء محتملين، وده اللي ممكن يؤدي لزياده المبيعات والايرادات. دايما التسويق بيركز على استراتيجيات قصيره المدى، يعني بيبقى هدف معين لمدى قصير. بالنسبه للبراندنج بقى بيبقى التركيز على انشاء هويه وعلامه تجاريه للشركه. دايما الموضوع بيتعلق بانشاء سمعه للبراند. استراتيجيات البراندنج بتبقى طويله المدى، بتبقى حاجه الخطه الكبيره اللي بتحاول الشركه توصل لها. دايما البراندنج بيركز على بناء التواصل مع الجمهور. تاني نقطه هنتكلم عنها في المقارنه اللي هي السكوب او مهام كل حاجه منها. يشمل الماركتنج مجموعه كبيره من الانشطه زي الترويج والاعلانات المموله، الاس اي او، الايميل ماركتنج. هي كل الاستراتيجيات اللي الشركه ممكن تستخدمها عشان تسوق للخدمه او المنتج بتاعها. مهام الماركتنج متعلقه بان هو يخلي العميل المهتم يحاول يطلب المنتج او الخدمه. اما بالنسبه لمهام البراندنج فهو مجموعه فرعيه من التسويق هدفها انشاء الهويه التجاريه او انشاء العلامه التجاريه للبراند، والمحاوله للحفاظ عليه وزياده وعي العملاء بيه. وبنحاول نعمل عناصر كتير زي اسم الشركة، اللوجو، السلوجان بتاع الشركة، التاج لاينز، الألوان، الخطوط، كل الحاجات اللي بتبقى متعلقة بالبراندنج دي، ونحاول نظهرها للعملاء أكتر بحيث إن هم يحفظوها. البراندنج أو العلامة التجارية هو يعتبر الأساس اللي بنقوم عليه الحملات التسويقية بتاعتنا. يعني كل الماركتنج بلانز بتاعتنا لازم يبقى من ضمنها البراندنج بلانز بتاعتنا. تالت عامل في المقارنه عندنا اللي هو الفوكس والتركيز، تركيز كل اتجاه من دول. الماركتنج بيركز على العملاء وبيركز على فهم العملاء وفهم احتياجاتهم ومشاكلهم واهدافهم، وبيبقى هدفه ان تحفيز الجماهير او تحفيز العملاء على اتخاذ اجراء معين زي مثلا اجراء عمليه الشراء. البراندنج على العكس بيركز على الشركه وعلى شكل الشركة قدام العملاء وقدام الموظفين، وبيركز على قيم الشركة وأهدافها وكل حاجة بتخليها مختلفة في السوق. رابع عامل معانا هو عامل الوقت. بالنسبة للماركتينج أو التسويق عادة بيكون في إطار زمني محدد، يعني 3 شهور، 6 شهور، سنة، وبيكون موجه لتحقيق فوائد فورية، يعني نتيجة فورية زي زيادة المبيعات أو زيادة حركة المرور على الويب سايت. بالنسبة للبراندنج، بناء العلامة التجارية أو بناء البراند بياخد مدى كبير، يعني ممكن بيوصل ل5 سنين أو 6 سنين. وهدف البراندنج زي ما قلنا هو بناء علامة تجارية أو براند والحفاظ عليه بمرور الوقت. مجهودات البراندنج أو مجهودات إظهار العلامة التجارية ما بتلاقيهاش أو ما بتلاقيش نتيجتها فوريا، لكنها بتساهم بشكل كبير جدا في بناء الثقة للعميل وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. خامس حاجة معانا هي المقاييس أو المتركس. بالنسبة للماركتينج أو التسويق بنقدر نقيس نجاحه عن طريق مقاييس أو حاجات معينة زي مثلا ال ROI أو العائد من الاستثمار، conversion rate أو معدلات التحويل، ال CTR أو النسب النقر على لينك معين أو الإعلان، السيلز واللي هي المبيعات. بالنسبة للبراندنج بيتم قياس نجاح البراندنج أو نجاح العلامة التجارية من خلال الوعي بالعلامة التجارية وقيمة العلامة التجارية في السوق وولاء العملاء وسمعة العلامة التجارية في السوق. وبنركز بشكل أكبر على تصور العملاء للبراند أو للعلامة التجارية. وبكده نبقى فهمنا الفرق ما بين الماركتينج والبراندنج وأهدافهم وحاجات كتير زي عوامل الوقت والتركيز والمقاييس اللي بنقيس بيها نجاح كل حاجة منهم. متنساش تكتب لنا كومنت لو عندك أي استفسار أو عندك أي حاجة عايز تفهمها عن الماركتينج أو البراندنج. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك فيديو كل أسبوع عن التسويق وعن البيزنس. ربنا يوفقنا جميعا.